طريقة بيعك هتختلف تماما لما تعرف ان الناس بتاخد قرارات الشراء بالعاطفة اكتر من العقل. لو عرفت مجموعة من الحيل النفسية وقدرت تمارسها بشكل سليم هتعرف تقنع العميل من غير ما تحسسه انه مضغوط. رقم واحد، فكرة الندرة. لما العميل يحس ان المنتج ده متاح لفترة محدودة يبقى مستعجل انه يشتري. بنلاقيها موجودة كتير زي فكرة ان اخر قطعتين والعرض هيخلص النهاردة. رقم اتنين، البرهان الاجتماعي او بنقول عليه الدليل الاجتماعي. الناس بتحب تتأكد ان غيرها اشترى المنتج وكان مبسوط، وده بنلاقيه لما نلاقي مثلا ان اكتر من 5000 عميل جربوا المنتج وبيقولوا ان هو كذا وكذا وكذا. رقم ثلاثة، فكرة الاغراء او تأثير الاغراء الاول. لما احط اختيارين للعميل، واحد غالي والتاني سعره مناسب، العميل تلقائيا هيروح فين؟ هيروح ناحية الاختيار المناسب، وبالتالي هيعتبر ان دي صفقة ربحانة بالنسبة له. رقم أربعة، تأثير الالتزام. لو اقنعت العميل ياخد خطوة صغيرة هيكمل للاخر. سجل معانا ببلاش، ولو حبيت تكمل معانا عندنا الخطط اللي تناسبك. من الاخر، البيع مش بس عرض المنتج، البيع فن اقناع نفسي. هتستخدم الحيل دي صح هتقدر انك تشتغل على مضاعفة مبيعاتك.